دكتور، يعني ايه حله بتعالجك؟ يعني ايه حله بتعالجك؟ احنا لو هنفهم مع مفهوم يعني ايه حاجه بتعالجك احنا مش هنوصل لنتيجه معينه، فاحنا ناخد الحله بتعالجك دي لمجموعه اجابات منفصله عن بعض. الحله دي تحتوي على الداتا بتاعتك. يعني ايه؟ بتروح تكشف عند الدكتور بيطلب منك مجموعه تحاليل تعملها على البروتوكول بتاع السوفت وير اللي هو استعمال ذكاء اصطناعي. فعلى البروتوكول بتاع السوفت وير اللي في الحله او البوتاجاز او في الفرن الداتا بتاعت جميع انواع التحاليل بنتفق لما تتصنع، يعني هنتفق مع المعامل. فتيجي تشتري البوتاجاز يبقى البوتاجاز ده بيوديك للمعمل الفني اللي قريب من بيتك اللي يكون فيه المواصفات كالاتي: جميع انواع التكنولوجي اللي موجوده والسند العلمي في اجهزه التحاليل بالكيتس باوتس دان بالجرعه. ليه؟ لان انا بعمل البروتوكول ده عشان احكم المعمل يديني اجابه صحيحه، مش هروح المعمل ده يديني اجابه ومش هروح المعمل ده يديني اجابه. وده كارثه المعامل، يعني كارثه المعامل ان الدكتور ساعات بيطلق ان هو ما بيبقاش عنده الداتا السليمه. فانا عايز احط اثبات علمي للداتا في مصداقيتها، في ان السوفت وير بياخد الباسورد بتاعك على المعمل وهو بيراقب من خلال بروتوكول في المعمل على طريق كاميرا بتقدر تقرا الباركود وتقدر تعرف كل خطوه المعمل عملها ازاي وهل المعمل ده عملها صح ولا غلط. في بروتوكول تعاون ما بيننا وما بين المعامل، يعني بنحكم المعمل لو هتعمل لواحد سنه كذا طوله كذا عرضه قد كذا، طفل طفله ولد شاب راجل كبير، الجرعه بتاعت العينه هتاخدها قد ايه، والمراحل اللي انت بتعمل فيها العينه بالكيتس بكل التفاصيل بالتكنولوجي. فانا ببقى شايفه هو عمل التحاليل ده على داتا صحيحه ولا داتا غلط. تقدر تقعد تتكلم معاه يسمعك ويجاوبك، هو ذكاء اصطناعي. فانا حاطط لك ده في ذكاء اصطناعي. اوكي، اكنك بتروح تتكلم مع دكتور، ما هو العلم عنده. بس معمل تحاليل في البيت؟ لا، مش معمل تحاليل في البيت، هو بيخش على المعمل. انت بدون الدكاتره والطب ما ينفعش، يعني عشان بس ايه نبقى فاهمين الموضوع صح. مش بغنيك على الدكتور ده، انا محتاج الدكتور والدكتور محتاج العلم ده. انا بديله مصداقيه المعمل، يعني الداتا اللي المعمل عملها لي المصداقيه بتاعتها انها صحيحه مليون، ما انا عامل مونيتور عليه. والتكنولوجي الذكاء الاصطناعي فاهم اكنه قاعد قدامك بني ادم بيكلمك ويتكلمه ويسمعك ويجاوبك ويرد عليك ويقول لك السند العلمي وكذا وكذا وكذا. ما انا مديله الداتا دي، ومديله الداتا دي في الاجهزه والتكنولوجي الحديثه انه كل فتره بيعمل يجدد لنفسه الداتا من اماكن معلومه المصدر. ادي الفكره كلها. فهو مش الحله اللي بتعالجك. طيب الحله بتعمل ايه؟ بتخش على داتا النبات. داتا النبات، انا عندي النبات موجود في الامراض اللي بيعالجها، عن داتا اللحمه موجوده في الامراض اللي بيعالجها، شروط اللحمه وشروط الخضار. الباد ما تمشي على الخضار هيعرف الزرع ازاي، الارض دي اترشت بايه، اكلها لك ولا لا، التوكسيديتي فيها قد ايه، فيها امراض ولا لا، تعرفها منين؟ طب الفاكهه ده يعرفها منين؟ مشي الباد عليه. لان انا اديت العلم ده ان انا اديت صور متعلقه بالامراض في النباتات، صور باسلوب الزراعه وتكنيك الزراعه، صور بالمواد الرش اللي فيها تعمل ايه في النبات. فالنبات بيجيب الميموري بتاعه. انت لما الحله تقول لك انت هتاكل النهارده بسله هتسوي 150 جرام على قد جسمك. طيب 150 جرام يحتوي على ايه؟ فيتامينات كذا وكذا 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 اللي انا جسمي محتاجها، اللي عندي عجز فيها، اللي عرفناها من التحاليل زي ما اتفقنا. بيخش على النبات بيعرف لك ال 100 جرام في النبات يقسمه على الجرام الواحد، بيحسب لك الملي فلويد على الجرام. فهو بيدي لك ايكويشن وكالكوليشن في جزء من الثانيه. هديها لك ازاي؟ يعني قول لي انت كانسان انا هديها لك ازاي؟ مش هقدر اديها لك. فانا استخدمت الذكاء الاصطناعي في الحسابات بتاعتنا العلميه، الداتا العلميه بتاعتنا، انه يقدر يحدد لك الكميه. انا عندي في اكسل الفيتامينات، عندي التمبرتشر، يعني التمبرتشر التبريد والتمبرتشر الحراره، مع مده الحراره ومده التبريد بتغير ايه في التركيبه العلميه اللي جوه الاكل. ايه علاقتك؟ يعني ايه علاقتك بالكوسه؟ بتعرف تحضر كوسه؟ طيب يعني ايه تاني؟ انا عندي شرط اساسي في الاكل، في تحضير الاكل، في البريبريشن، انه بيسالك النس عندك امراض ايه؟ ايه اللي في معدتك؟ انهي منطقه في معدتك مش شغال؟ ان انا هحسب ان انا اعدي المنطقه دي ايه اللي فيها، وهعمل باي باس على الاريا دي اللي انا مش المفروض المس عليها اكل، على منطقه ثانيه واديك الفود. طيب ايه تاني؟ عندك سنان ما عندك سنان؟ اللي عنده سنان او ما عندوش سنان هاكله ازاي؟
يبقى انا بعمل بريبريشن في تحضير الاكل، في تكنيك تحضير الاكل. الحله بتدولك فيديو على اساس حالتك الصحيه، عندك سنان ما عندك سنان، يبقى انت هتقطع الخضار بالحجم ده بالطريقه دي، وتغسله بالطريقه دي، وتطبخه بالطريقه دي. طب مين اللي بيطبخ في الحله؟ انا وانا في بيتك. مين اللي بيطبخ؟ بيطبخ التركيبه العلميه اللي في الاكل اللي بتتكسر في درجات حراره معينه، فهو اللي بيحسب وهو اللي بيطفي اوتوماتيك للبوتاجاز، لان عندي الحله بتكلم البوتاجاز بتكلم الفرن، الثلاثه بيكلموا بعض.